وأسالة الحبر سنشاهد هدف الملغى لفريق يونغ أفريكانز أمام ميميلودي سان داونز. وأترك التعليق لكابتن عادل زهمول. شوف هيكل ما نجموش نقولوا هدف ملغى وقت اللي نخدموا التقنيه هذه بتقنيه الريد بي وتقنيه معناها 3 دي باش نشوفوا اللقطه وخدمناها هيكل، وكان تعدي لي اللقطه باش تشوفها الناس الكل. هي معناها كره قويه ضربت على البار وهبطت. تعرف في القانون يلزم الكرة تتعدى بأكملها معناها مش زوز سانتي ولا تكون لاصقة الخط اللي موجود في المرمى. الكرة هذه هوني تقف غادي الكرة ونخدموها بال3 دي وتشوف الكرة لم تتجاوز بأكملها الخط النهائي. وكما تعرف قدام التقنيه 3 دي يلزمنا نصمتوا، ما عادش نجمون نعلقوا على القرار هذايا اللي اوروزمون تلقاه هذا موجود في قنوات الكأس الرياضيه ومش موجود في الفار. انا القرار صحيح انه تم معناها عدم احتساب الهدف، لكن على بيدة دحان ودانيال لاريا مراجعه البروتوكول فار في اللقطات هذه، لانها بعد اللقطه هذه صاروا زوز مخالفات خارجين، معناها زوز في القانون، واحده تسلل وواحده خرجت الكره، لكن الحكم رجع برميه اسقاط. واضح. على كل المفيد أن الكرة لم تتجاوز بأكملها الخط، وهذا هو المهم. واضح. المهم أن اللقطة كانت واضحة، شاهدناها بتقنية 3D. الكرة لم تتجاوز الخط النهائي للمرمى، وبالتالي الأمور واضحة ولا وجود لهدف. وتأهل سان داونز كان تأهل واضح وصريح ولا تشوبه شائبة. ما زلت سأعود إليك عادل.